الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولى الإسلام اللباس عناية بالغة واهتماما كبيرا، وذلك أن اللباس مما امتن الله به على الإنسان. قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وهو ستر للعورة. والله تعالى جميل يحب الجمال، ومن الجمال الذي يحبه سبحانه وتعالى جمال الثياب. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. فعلى المسلمين والمسلمات أن يختاروا من الثياب أحسنها ويتجملوا بها، وخاصة كما ذكر الله سبحانه فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يأخذ المؤمن زينته إذا ذهب إلى الصلاة بلبس أحسن الثياب وأجملها، وأن يجتنبوا بعض الأمور. مما ينبغي أن يجتنب ما حرمه الله تبارك وتعالى على الرجال، مثل الحرير وغيره مما شابهه، وأيضا ما يكون فيه وصف للعورة، يكون مبديا للعورة إما بشفافيته أو قصره، وخاصة في الصلاة. كذلك ما يكون أسفل من الكعبين للرجال، فهذا منهي عنه وقد ورد فيه الوعيد الشديد. وكذلك مما يحذر لبس ثياب الشهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. يقول سفيان الثوري رحمه الله: كانوا يكرهون الشهرتين، الثياب الجياد التي يشتهر فيها ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم، والثياب الرديئة التي يحتقر فيها ويستذل دينه. فينبغي لنا أن نتنبه لثياب الشهرة. كذلك الحذر أيضا من التشبه بلباس الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، أي بما تشبه فيه بهم. كذلك الحذر من لبس الرجل لبس المرأة والعكس كذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.